ارفع راسك فوق، انت مغربي. هوريك دلوقتي حالا فيديو للتاريخ وفيديو يدعو للفخر لكل من هو مغربي. متسابقة مغربية ابهرت العالم وبقت ترند اليوم بعد ما قدرت تكتسح المصرية والجزائرية والاسبانية في سباق 3000 متر، وفي النهاية توجت بالميدالية الذهبية في مشهد أصدم كل المتسابقين اللي مع المتسابقة المغربية اللي أبهرت العالم. زي ما أنا وعدتكم هنا في القناة، كل يوم إن شاء الله هجيب لكم بطل أو بطلة مغربية، وهجيب لكم إنجاز جديد اللي مش بيتكلم عنه الإعلام العربي إحنا هنجيبه هنا في القناة عشان خاطر بس إخواتنا المغاربة. ادي الفيديو، ادي العداءات المشاركة في البطولة يا جماعة. عداءات بقى من تونس ومن مصر ومن العراق ومن السودان، وزي ما انت عاوز تقول قول. ادي بطلة عراقية زي ما احنا شايفينها كده، جسمها مليان يا جماعة. ودي يعني طبعا الجري عاوز جسم خفيف وجسم رفيع شوية عشان تبقى عندها سرعة. الجسم التقيل ده مش محبوب في الجري. خف شوية، خف شوية يا بنت العراق. شوف بنت تونس بقى بتجهز نفسها زي ما احنا شايفين كده، والبطلة المغربية اللي لابسة اخضر في قدام يا جماعة ادي بطلة العراق. لكن شكلها كده عندها قوة بدنية يا جماعة، والكل كده في وضع الاستعداد وفي وضع الانطلاق. وهنا طبعا ادي بطلة تونس، ادي بطلة تونس، ادي بطلة تونس يا جدعان، ولا بطلة السودان دي. وادي الانطلاقة وبطلة المغرب. وبطلة المغرب يا جماعة رقم 2 اللي لابسة اخضر دي اهي راحة للبطلة المصرية وقالت لها بقول لك ايه، احنا هنهزر، يلا مع السلامة، يلا ارجعي ورا، ارجعي ورا. المصرية فرقت وجريت، المصرية فرقت وجريت. لا كويس كويس، التونسية جاية كمان كويس كويس يا جماعة. 100 شكلنا هنكسب، شكلنا هنكسب. البطلة المصرية جريت، البطلة المصرية جريت. خلي بالنا، بتجري 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 ايه، بتجري ايه؟ ده بطلة المغرب جابتهم تاني، جابتهم تاني، جابتهم تاني يا جدعان. شوف بطلة العراق شرخت وجريت، بطلة المغرب قالت لها راحة فين؟ تعال انت كمان، تعال انت كمان. بطلة المغرب في المقدمة. ها او ها او يا جدعان. ادي بطلة المغرب رقم 2 القصيرة دي فراري، فراري محدش عارف يجيبهم. بطلة العراق التخينة دي يا جماعة قلت لكم جسمها مليان. شوف البطلة المغربية يا جماعة القصيرة اللي بتجري دي بقى اهي. شوف 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 يا جماعة، هتعدي من قدام منها في لمح البصر. بطلة العراق شوف قوة يا جماعة، قوة قوة عاوزة تجيبها بأي طريقة لكن مش عارفة. شوف شوف بطلة العراق، يعني تحس إن الموتور هيتحرق من كتر الجري. شوف 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 بسم الله ما شاء الله يا جدعان أهو. شوف 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 البطلة المغرب يا بنت اللعيبة، فراري فراري بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بطلة العراق الموتور اتحرق، المواتير اتحرقت يا جدعان من كتر الجري ومن كتر البتاع. لكن كويس ان هم رقم 2 رغم التخانة اللي هم فيها. رقم 2 كويس بصراحه. شوف بطلات العراق كمان بترمح ازاي، وهتجيب بطله المغرب، هتجيب بطله المغرب. لا العراق حلوه، العراق حلوه، العبره بالخواتيم. بطله المغرب رقم 3. تعالي بقى يا بطله العراق انا وانت نخش في منافسه كده، احنا الاثنين قبل بعض اهو، احنا الاثنين قبل بعض اهو. وريني نفسك، يلا شغل المحركات، يلا. العراق تقدمت، العراق في الاول، العراق في الاول، العراق في الاول، العراق في الاول، العراق في الاول اهو. خلي بالكم من المتعه والاثاره دي يا جماعه، انت تحس انك بتتفرج على فيلم اكشن. بطلة العراق في المقدمة، بطلة المغرب وسعت بقى، وسعت الطريق لها، راحت الجنب الثاني وقالت لها مع السلامة، اشوفك بكرة، اشوفك لاحقا. فردت شرخت يا جدعان، شرخت. هتهزر؟ احنا هنهزر؟ ما بنهزروش دول، ما بيهزروش دول. الذهب مغربي. شوف بطلة العراق التخينة دي بصراحة يا جماعة، دي وكستهم كلهم تخان، كلهم تخان. شوف 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 تخلفت فين باخر واحدة. بطلة تونس رقم 2. العراق في الباي باي، خسوا شويه، خسوا. ادي بطله المغرب بقى رقم 4. وايه وانطلاقه بقى يا معلم، طير طير. مفيش حد لسه جاي، ده ماشيه لوحدها، ده بتجري لوحدها، بتسابق نفسها، بتسابق نفسها، مفيش حد معاها. ده لو مشيت كده. ادي بطله تونس، انت لسه واصله، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه. بطله المغرب بسم الله ما شاء الله، طيارات نفاثه يا جدعان، طيارات نفاثه يا جدعان. محدش عارف. السباق ده ممتع، السباق ده يا ابني هو ممتع يا ابني.
بصراحه سباق قوي، سباق قوي يا بطلات العراق. خسوا شويه، خسوا شويه. ده مش مش جسم عدائين، ده مش جسم عدائين، ده مش جسم عدائين. ده انتوا تروحوا بالجسم ده تروحوا مش عارف تروحوا فين، تروحوا فين؟ روحوا الجيم شويه، خسوا شويه عادي يا جماعه. شوف 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 يا ابني بطلة المغرب، شوف الفرق ما بينها وما بين التانية فين. شوف الفرق ما بينها وما بين التانية فين. الفرق ما بينها وما بين بطلة تونس زي الفرق ما بين المغرب وتونس، زي الفرق ما بين المغرب وتونس. وصلت وسلمت، ودول هم لسه هيوصلوا، ودول هم لسه هيوصلوا يا جدعان. يا جدعان ادي بطلات المغرب، ادي لبؤات الاطلس، محدش عارف ينافسهم. كسبت بمسافه كبيره جدا، كسبت بمسافه كبيره جدا. المسافه اللي ما بينها وما بين بطل تونس زي المسافه اللي من اللي من المغرب لتونس، زي المسافه اللي من المغرب لتونس. طيارات الاباتشي المغربيه، طيارات الاباتشي المغربيه. بصراحه سباق قوي وسباق يدرس يا جماعه، وسباق ممتع وسباق مثير زي ما احنا شايفين كده. الله ينور على عداءات المغرب يا جدعان، الله ينور على عداءات المغرب يا جدعان. وادي التونسيه، وادي التونسيه يا جدعان، وادي التونسيه يا جدعان زي ما احنا شايفين كده. سباق قوي، سباق ممتع. فين بطلات العراق؟ تعبوا نفسهم بصراحه، اللي كانت رقم واحد ورقم اتنين دي تعبوا، تعبوا ووصلوا يعني اجتهدوا اجتهدوا. انما جت رقم ثلاثه بوظت الدنيا. رقم ثلاثه دي كانت واكله كتير قوي، كانت متقله الدنيا قوي. ادي شوف بطل تونس يا جماعه، شوف بطل تونس يا جدعان. وهنا بقى طبعا شوف بطلات المغرب، شوف بطلات المغرب كده زي ما احنا شايفين، اللي بيستلموا الجوائز، اللي بيستلموا الجوائز يا جدعان. ادي بطلات المغرب طبعا زي ما احنا شفنا كده. السباق القوي والسباق المثير لرياضه العد وسباق السرعه والجري طبعا لعداءات المغرب، لعداءات المغرب زي ما احنا شايفين. اعتقد طبعا ان الجائزه اللي بتتسلم ده يا جماعه ملهاش علاقه بالسباق بتاعنا، دي جائزه بتتسلم لحاجه تانية ملهاش علاقه بالسباق بتاعنا، لان البطولات دي مش ما كانوش مشاركين اصلا في سباق جري، مش مشاركين في سباق جري. فطبعا ما ايه يعني ما تركزش في الجوائز دي، مش تبعنا، مش تبعنا، دول ما كانوش موجودين معانا. المهم انتوا شفتوا السباق عامل ازاي، سباق قوي، سباق مثير. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات على السباق الممتع. اتمنى طبعا الفيديو ينال اعجابكم. اكتبوا رايكم في الكومنتات، وادي الرايه المغربيه اللي بتترفع بشكل. انا عايز اعرف هو ليه الاعلام بيخرس ما بيتكلمش؟ فين الاعلام العربي؟ فينكم يا عرب من الانجازات اللي بقينا بنشوفها كل دقايق؟ مش هقول لك كل يوم، لا كل دقايق بنشوف انجاز على ارض الواقع من الابطال المغاربه اللي ابهروا العالم. يا جماعه اللي بيحصل ده مش طبيعي، اللي بيحصل ده مش طبيعي. لما تشوف النهارده متسابقه مغربيه اكتسحت ودمرت الجميع، اكتسحت ودمرت الجميع، وفي النهايه يا ساده فازت بالميداليه الذهبيه، فازت على المصريه، على الجزائريه، على التونسيه. أثبتت للجميع فعلا بأن الإنجاز والتاريخ لما يكتب باسم المغرب فلا تستغرب، والذهب لا يليق إلا بالمغرب وبالأبطال المغاربة. الأسبانية اعتقدت أنها تكسب على العرب كلهم وتحدت الجميع قبل السباق، ولكن لبوات الأطلس العداء المغربية لم تتحدث بأي جمل قبل السباق. قبلت التحدي طبعا ولكن ما أعلنتش، قالت هنشوف مين اللي هيكسب في النهاية. فالمصرية والجزائرية ظنت أيضا يعني مع تأخر المغربية في السباق كانوا معتقدين خلاص إنها هي خارج المنافسة، لكن روح الأسود يا جماعة بتظهر، روح الأسود بتظهر في آخر الثواني. وده اللي احنا نعرفه عن المغاربة، اللي ما يعرفوش الانكسار ولا يعرفوا الاستسلام، بيلعبوا بيقاتلوا بيعشقوا التحدي. شوف شعب المغرب ده بيعشق التحدي، ما بيحبش يفوز فوز سهل أو مريح، لا، بالنسبة له كده لو ما كانش فيه إثارة فهو ما عملش أي حاجة. دول المغاربة عشاق التحدي، يعني بيلعبوا وبيقاتلوا، ولكن في نفس الوقت بيحبوا التحدي وبيلعبوا لآخر ثانية.
وبيلعبوا لآخر ثانية في كل سباق، في كل نزاع، في كل الألعاب الرياضية، متفوقين ومبدعين، وبيوصلوا الرسالة للجميع بأنهم هم الأفضل. وأنا زي ما قلت لك، لما الإنجاز والتاريخ يكتب باسم المغرب فلا تستغرب. وأنا زي ما قلت لك في البداية، مع الإعلام العربي اللي ما بيتكلمش أنا هتكلم. لا، أنا مش هسكت، أنا هتكلم. وكل ما هشوف فيديو وهعرف إن في إنجاز لبطل أو بطلة مغربية في أي لعبة رياضية، قلت لكم القناة دي قناة المغاربة، مش قناتي أنا، لا، دي قناة كل الأبطال المغاربة. كل من هو مغربي وأهم الأخبار والأحداث هنشوفها مع بعض هنا في القناة. وإن شاء الله دائما وأبدا هنقدر نجيب لحضراتكم المزيد، وكل يوم هنجيب أبطال جديدة، وكل يوم هنجيب أبطال جدد، الأبطال المغاربة اللي أبهروا العالم. هنجيب لكم كل اللي انتوا بتحلموا بيه، وهنفضل مكملين بدعم كل اخوات المغاربة رغم الصعوبات والتهديدات اللي بنتلقاها هنا على القناة، لكن هنفضل مكملين بفضل دعم كل اخواتي المغاربة. ديما مغرب، اشوفكم في فيديو جديد.